كاني عكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في استذكار وتشخيص الأمراض التي تصيب القلب. فالقلب يمرض كما يمرض الأبدان، وأولى الأمراض التي تحدثنا عنها هي الحقد. والحقد يورث مرضا آخر خطير، وهو الحسد. الحسد هذه الجرثومة السيئة والخلق الذميم والداء المهلك، صفة محبطة للأعمال ومفسدة للثواب ومنافية للإيمان. الحسد إذا أصابت النفس الإنسانية أضناها وأشقاها وجعلتها مصدر أذى للآخرين من خلال ما يجر معه من أمراض وذنوب وجرائم كالبهتان والمكر والكيد. تأملوا في قصة إخوة يوسف عليه السلام، كيف حسدوا ودفعهم حسدهم إلى أن دبروا لأخيهم المكيدة والحيل للإيقاع به، كما سجل القرآن الكريم ذلك: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الحسد هذه الصفة الذميمة التي لا يتخلق بها إلا أصحاب النفوس المريضة، التي لا تحب إلا العيش منفردة والاستئثار على غيرها بما تهواه. الحسد بوابة الآثام وبضاعة اللئام، يبدأ بالقريب قبل البعيد وبالصديق قبل العدو، وهو أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماوات، وأول ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض. أول ذنب عصي الله به في السماء عندما حسد إبليس سيدنا آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض عندما قتل قابيل هابيل حسدا بقبول الله عز وجل لقربانه. الحسد داء يأكل القلب ويحرقه، وهو مأخوذ من الحسدل أو ما يعرف بالقراد، وهي حشرة صغيرة من فصيلة العناكب، لها 8 أرجل، تعيش وتعتاش على جلد الإنسان أو الحيوان وتمتص الشعيرات الدموية. منها أخذت كلمة الحسد، من الحسدل. فالحسدل تمتص الشعيرات الدموية، كذلك الحسد يمتص الدين واليقين، ويمتص الرضا والتسليم والإيمان بالله تعالى. الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله عرف الحسد فقال: إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيرة على اختصاص الله للغير بتلك الحالة. الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي يعرف الحسد فيقول: الحسد شعور بالألم يحز في نفس الحاسد من نعمة أنعمها الله على المحسود
لا يسكنها، أي لا يسكن الألم في نفس المحسود، لا يسكنها إلا إذا زالت النعمة عن المحسود. ابن عساكر في تاريخ دمشق يروي عن معاوية بن أبي سفيان قوله: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. الإمام الكفوي يعرف الحسد بأنه تغير القلب لما يراه عند الغير من الأفاضل، فالقلب يتغير ويكون به كراهية وحقد وعدم راحة لأن غيره عنده فضائل سواء كانت دينية أو دنيوية، وجيعة يصاب بها صاحب هذا القلب ما بعدها وجيعة. لذلك قال الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولعل السؤال المحوري هو: لماذا يتألم الحاسد من نعمة أنعم الله بها على غيره ما دام لم يتضرر بها؟ وإجابة هذا السؤال لابد أن نعرف مما يتشكل الحسد. وإن حللت الحسد تجده مكونا من الأنانية وحب الذات مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله عز وجل. الأمر الذي يفضي إلى الاعتراض على حكمة الله عز وجل التي من خلالها وبمقتضاها وزع عطاءه بين خلقه. هنا المصيبة وهنا الطامة الكبرى، أن الحسد يضرب بسهامه في أصل العقيدة والإيمان، لأن الحاسد معترض على الله وحكمه وحكمته وعدله في الأساس. لماذا أعطى هذا ولم يعطي هذا؟ لماذا يوزع النعمة بتلك الطريقة؟ لذلك يقول الشيخ ابن القيم: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود، كما قال ربنا عز وجل عن حساد قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه حقيقة الحاسد، أنه لا يؤمن حقيقة بأن الله هو المعطي والمانع، وأن الله هو الرزاق المنعم، وهو صاحب الإحسان والفضل، وهو صاحب القضاء والقدر، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. لأن النعم التي يحسدها على الآخرين هي عطاء من الله حقيقة، هي من فضل الله عز وجل على عباده. فما ذنب الآخر الذي يحسد؟ كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول كما يروي الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لأنهما متضادان. الذي قسم الأرزاق هو الله، والذي وزع جدولها هو الله. لذلك قال العلماء وقال الشعراء: ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فضله إذ لم ترضى لي ما وهب، فأخذاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.
الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الفرق بين البخيل والشحيح والحاسد، سئل الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يا إمام ما الفرق بين هذه الثلاث، البخيل والشحيح والحاسد؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أما البخيل فهو الذي يبخل بماله، وأما الشحيح فهو الذي يبخل بمال غيره، وأما الحاسد فهو الذي يبخل بنعمة الله على خلقه. لذلك كان العارفون بفقه القلوب يقولون: الحاسد جاحد لأنه لا يرضى بقضاء الواحد. الحاسد جاحد لأنه لا يرضى بقضاء الواحد. والحسد أيها الأحبة ثانيا محبط للأعمال الفاضلة. الإمام أبو داود يروي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد أيها الأفاضل ثالثة مخرب للمجتمعات. الإمام الطبراني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. نعم أيها السادة، كم نخر الحسد في جسم المجتمع فأمرضه. كم من عالم وعاقل أفسد الحاسدون والواشون ما بينه وبين ذي سلطان بالكذب والبهتان. وكم من حاكم أو سلطان أو قائد أفسد الحاسدون والواشون ما بينه وبين أقرانه، وما بينه وبين أعوانه، وما بينه وبين رعيته. كم من رجل أعمال وتاجر أفسد الحاسدون والواشون ما بينه وبين زبائنه وشركائه. كم من زوجين حبيبين يظلهما سرادق السعادة والهنا ويمتعهما نعيم المودة والصفاء، فأفسد الحاسدون والواشون ما بينهما بالكذب والبهتان، فنالهما بلاء وهم وحزن وغم، وربما بمر الفراق وشر الطلاق. كم من أصحاب متآخين في الله يجتمعون على حب الله ويفترقون على حب الله عز وجل، قد ائتلفوا بينهم ائتلاف حبات عقد اللؤلؤ النظيم، لا يمر النسيم فيما بينهم إلا بعطر، ولا تطلع الشمس عليهم إلا بزهر. فأفسد الحاسدون والواشون ما بينهم بالغيبة والنميمة كذبا وبهتانا، فناب عن الحب هم وبلاء وعداوة وبغضاء، ثم تفرقوا تفرق الأعداء. كم من والد أفسده مكر الحاسدين على ولده، فبات غاضبا على ولده بعد أن كان راضيا عنه. وكم من ولد أفسده الحاسدون على أبيه، فبات عاقا لوالده بعد أن كان بارا به. كم من محصنة عفيفة شريفة رماها الحاسدون بالزنا وأشاعوا عنها الفاحشة. كم من أمين خونه الحاسدون. كم من صادق رماه الحاسدون بالكذب. كم من عالم طعنه الحاسدون بالجهل. وكم من عاقل غمزه الحاسدون بالجهالة. وكم من رزين رماه الحاسدون بالطيش. وكم من عادل شيع الحاسدون عنه أنه جائر وظالم. كم من صاحب خلق كريم ودود وصفه الحاسدون بالنفاق. وكم من داع إلى الحق صادق مخلص وصفه الحاسدون بالرياء وبأنه تاجر مال وطالب جاه.
كم من جميل قبحه الحاسدون، كم من قوي أضعفه الحاسدون وأوهنوه، وكم من ثري كاد له الحاسدون ومكروا به حتى أنزلوا به الفقر، كم من ذي سلطان وجاه ما زال به الحاسدون حتى أذلوه، وكم من ذي شجاعة وبأس وبطولة مكر به الحاسدون حتى قتلوه، وكم من نبي أوقع به حاسدوه حتى أخرجوه من بلاده وقتلوه. كل هذا له شواهد وأمثلة في أحداث التاريخ، وما زال التاريخ يسجل يوميا إلى يومنا هذا أحداثا وأمثلة كثيرة في كل حقبة من الزمن وفي كل مجتمع من المجتمعات. وهكذا أيها الأحبة يقطع الحسد وشائج المودات والصلات والقربات، ويفسد الصداقات، ويولد في الناس العداوات. نسأل الله السلامة. أدركنا الوقت لكننا مستمرين لتتمة هذا المبحث عن الحسد في يوم غد إن شاء الله، حتى نلم بجوانب الموضوع كله. وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.